اهلا بحضراتكم اعزائي مشاهدي قناه ابولو في حلقه جديده. النهارده هعرف حضراتكم عن اخطر ساحر جه في تاريخ مصر، وقدر يلقي السحر على كل بيت في مصر، وكانت نهايته مفزعه جدا. بس قبل ما احكي لكم التفاصيل بتمنى من حضراتكم دعم الفيديو بلايك وشير، ولو مش مشترك بتمنى تضغط زر الاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اكيد حضراتكم سمعتوا عن السحر الاسود، وازاي ممكن يأذي المسحور او يتسبب له مرض ذهني او عضوي، وممكن في بعض الاحيان يقتل. واول خطوة بيعملها الساحر عشان يفعل السحر الاسود هي القاء التعاويذ الشيطانية عشان يستدعوا الجن والشياطين اللي هيقوموا بالمهمة الخبيثة دي. ومحدش يعرف لغة التواصل مع الشياطين الا اشخاص قليلين جدا، واللي كان الساحر الحسيني الفلكي واحد منهم. بدأت القصة لما حاول بعض المنتجين والمخرجين العرب يعملوا فيلم رعب يواكب أفلام الغرب، لأن كل الأفلام المرعبة اللي اتعملت قبل كده اتعامل معاها المشاهدين على إنها كوميدية، وده يرجع لعدم توفر الإمكانيات الموجودة في الغرب. لكن كل محاولاتهم فشلت، لحد ما قرر المخرج ياسين إسماعيل ياسين إنه يعمل اللي محدش قدر يعمله قبله. سنة 1988 تم إصدار فيلم عاد لينتقم، واللي كان بيدور أحداثه عن انتقال بطل الفيلم عزت العلايلي في بيت جديد بتسكنه روح طفل صغير اتقتل في البيت. الروح دي كانت بتظهر له في كل مكان في البيت، فقرر يروح لروحاني عشان يحلله المشكلة دي. هنا قرر المخرج إنه يستعين بروحاني حقيقي عشان يدي للمشهد واقعية أكتر، وبالفعل تم الاستعانة بأشهر ساحر وقتها وهو الحسين الفلكي، واتفقوا إن الساحر يقول أي كلام مصطنع على إنه تعويذة. لكن الحسيني خدع المخرج وألقى تعويذة من أقوى وأخطر التعويذات، واللي اسمها العزيمة البرهاتية. ولو حضرتك ما سمعتش عن تعويذة العزيمة البرهاتية، فدي تعويذة محدش يعرف ينطقها بالطريقة الصحيحة إلا سحرة متمكنين جدا. ومجرد ما انتهى الحسيني من إلقاء التعويذة، لاحظ كل اللي في الاستوديو بحاجات غريبة جدا. مدير التصوير ساعتها لاحظ وجود حركات غريبة وأشخاص بتظهر قدام الكاميرا ما يعرفش مين هم ولا يعرف جم منين. ولما اتعرض الفيلم في السينمات لاحظ الجمهور إن في حاجات غريبة مرعبة بتحصل لهم بعد مشاهدة الفيلم، وعشان كده تم منع الفيلم من العرض. أما عن الساحر الحسيني الفلكي فكانت نهايته مفزعة جدا. في سنة 2003 تم العثور على الحسيني ميت في مكتبه. الغريب في الأمر إنه كان ظاهر على وشه أشد علامات الرعب والهلع، ولما فتشوا مكتبه لقوا مناديل ملطخة بالدم وصور مشاهير وفنانين مكتوب على ظهرها طلاسم غريبة، ولقوا كمان كميات كبيرة من الحليب. ولما الطب الشرعي كشف على جثته ملقاش أي سبب علمي لوفاته. لحد النهاردة مازالت حادثة وفاة الحسيني الفلكي لغز ملوش حل. لو عجبك الفيديو أتمنى تضغط زر الاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.